في ليلة عك كروية أجمل ما فيها أبو ليلى، الأهلي بيفوز ب3 أهداف على بيراميدز لينقض على الصدارة مرة أخرى. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة. اسمي علاء محمد، ولو أول مرة بتشوفنا اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. بدأ الشوط الأول ببعض المحاولات من الفريقين ولكن بدون أي خطورة، وبعد مرور الوقت والكل نايم السولية بيفوقنا بهدف صاروخي ولا أروع في الدقيقة 19 علشان يتقدم للنادي الاهلي بالهدف الاول. بعد عده محاولات كاد علي جبر ان يحرز هدف التعادل، ولكنه اهدر الكره بشكل غريب علشان ينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف. في الشوط الثاني للاسف السلبيه فضلت مستمره من جانب لاعبي الاهلي مع استحواذ للاعبي بيراميدز، لكن ابو ليلى بيطمن الجماهير مره ثانيه باحرازه هدف ثاني براسيه من ركنيه حسين الشحات في الدقيقه 70. وبعد اجراء عده تغييرات من جانب كولر لتنشيط الاداء، حسين الشحات